السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم أحمد المصري لفرش شقق العرايس بسوهاج وأسيوط. نسمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني ويبارك العروسين يا رب. الفيديو النهاردة عن النيش والمطبخ. نبدأ الأول بالنيش. اللهم بارك، ده نيش قطعتين ودلسوار في النص. هنا العروسة بنات ملحوظة، بس كانت جايبة طقمين صيني يعني نصين، مش طقم كامل، لا جايبة نصين. حطينا هنا بعض من حاجات الطقم الصيني زي فناجين القهوة والشاي واطباق. هنا ده طقم الفطار. حطينا هنا في الرف التاني. هنا حطينا طقم كاسات بقارورة مدهب. حطينا طقمين كاسات. رصيناهم بالشكل ده. والرف اللي فوق برضو حطينا فيه اطقم كاسات، طقم كاسات الوان وطقم كاسات سادة. طقم كاسات الالوان كان بالقارورة بتاعته، وده طقم كاسات سادة. وبكده كنت خلصت معنا القطعة الاولى من النيش. حطينا فيها اطقم كاسات وطقم الفطار او الشاي او الجاتو. تحت هنا طقم الصيني. نروح بقى على القطعة التانية. هنا برضو حطينا طقم الصيني من تحت الاول. زي ما قلت لكم، هي العروسة جايبة كانت طقمين صيني، طقم نص، يعني الطقمين كل طقم نص. حطينا هنا برضو طقم الخشاف. كانت جايبة طقم قهوة بالفناجين بتاعته. ده طقم الصيني. حطينا في الرف اللي من تحت. وحطينا فوق هنا زي ما قلت لكم طقم الخشاف، وكانت جايبة طقم قهوة. حطيناهم مع بعض علشان كانت الحاجات بسم الله ما شاء الله كتير، فحاولنا نلم الدنيا معانا. ده طقم خشاف وجنبه طقم قهوة بالفناجين بتاعته بالبراد. هنا حطينا برضو اطقم كاسات، طقم كاسات بالدورة مع طقم كاسات سادة كريستال. هنا بقى في الرف اللي فوق حطينا طقم كاسات اسود وطقم قارورة بالكوبايات بتاعته، كوبايات شوب كبيرة يعني. ده كانت القطعة التانية. هنا بقى الدلسوار حطينا فيه باقي طقم الصيني، طقمين الصيني، حتى تلاقوا الحاجة مكررة، يعني هتلاقوا كل حاجة مكررة. حطينا هنا باقي الطقمين، جمعناهم في رف. حطينا على الجناب هنا ده طقم الاركوبايركس. هو كان لونين ابيض واسود. بصراحة من الاطقم الحلوة، يعني اللي هو الاركوبايركس ده من النوع اللي هو ممكن تحطيه في الدليسوار بيدي شكل حلو. ده باقي طقم الاركوبايركس، وزعناه على رفين. وحطينا هنا برضو باقي منه لان كانت الرفوف ضيقة شوية، فحطينا كل وزعناه. هنا حطينا دي شنطة المعالق، وحطينا جنبها طقم صواني. هو احنا المفروض ان احنا ما نحطش صواني طبعا في النيش زي ما انتوا عارفين. ده كان برضو بقى طقم صيني زي ما قلت لكم عشان هو كان كبير، لما نقولها في باقي الرف. ده كان النيش. اللهم بارك. عايزه اقول لكم يا بنات ان هنا الشقه دي كانت دورين، يعني زي نظام الفيلا كده، سلم داخلي. فهنا كان تحت الريسبشن كبير والمطبخ، وأوضة كان فيها ركنة كبيرة. فاحنا هنا انا قسمت الفيديوهات على اتنين، يعني واحد هنا للنيش وللمطبخ، وبعد كده في فيديو تاني الباقي الاوض فوق اوضة النوم واوضة الاطفال. اللهم بارك. كان بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يهنيهم ويسعدهم يا رب.
ده شكل المطبخ، وده السلم اللي بيطلع الاوض النوم فوق. هنا دي الرخامة، كان مطبخ امريكاني مفتوح على الريسبشن. حطينا هنا اطقم فناجين. ندخل المطبخ ونشوفه. بسم الله ما شاء الله. ده المطبخ، ناخد جولة كده على المطبخ الاول. زي ما قلت لكم يا بنات، انا عندي كان ملحوظة على المطابخ اللي لونها اسود. انا كنت نزلت بوست بالموضوع ده، لاني الصراحة لما بيكون مطبخ لونه اسود بيبقى متعب جدا جدا في النظافة. فانا قلت اقول لكم على نصيحة، لو انت حابة تعملي مطبخ يا ريت ما تعملوش باللون الاسود، لان بتلاقي فيه مشكلة اللي هو ايه، بيبان فيه اقل شوية تراب بيبانوا عليه. ومن جوه بتحسيه زي اللي ضلمة شوية. فبلاش من الالوان الغامقة، خلينا في الالوان الفاتحة، بتدي منظر احلى. هنا بصراحة انا كانت صعبت علي اخت العروسة يعني. هي تعبت في نظافته بصراحة، عشان كانوا برضو قطعوا الرخامة جوه في المطبخ، فكانت مبهدلة الدنيا. هنا ده الديب، ودي التلاجة، وده المطبخ. بسم الله ما شاء الله، المطبخ كان واسع. هنا بقى حطينا كوبايات، حاولنا نحط اللي تحت في الاول يعني كوبايات لاستخدام اكتر حاجة. دي كوبايات مية وكوبايات عصير. فوق هنا مجات وكوبايات برضو مية وكوبايات عصير. هنا ده دورق ومعاه كوبايات، ودي مجات للشاي والحاجات دي. هنا برضو ده دورق ومعاه كوبايات. ده طقم كاسات ومعاه كوبايات، اللي هي كاسات صغيرة يعني. دي هنا دي المطبقية بتاعت الحوض، او صفاية الحوض زي ما بنقول. هنا بقى حطينا برضو باقي كل كوبايات. كان بسم الله ما شاء الله جايبة كمية كوبايات كتير من كل الانواع وكل المقاسات، بنحط في الرف علشان يبقى في متناول ايديها. كان الرف بسم الله ما شاء الله كبير عميق لجوه. هنا برضو حطينا كوبايات. دي مجات الوان مع كوبايات سادة مية وعصير. هنا برضو دي كوبايات شاي والحاجات دي برضو. هنا كان الرف ده صغير، فحطينا فناجين قهوة فوق مجات. نشوف الجزء اللي تحت. هنا في الرف ده حطينا طقمين حلل، دول طقمين حلل جرانيت واللبنات بتوعهم. بسم الله ما شاء الله، كان الرف عميق فاخد معنا رف طقمين. هنا برضو حطينا طقم حلل، ودي حلة الضغط وطقم كسرونات وده براد الجرانيت. هنا لمينا لها يعني اغلب الحاجات الالمونيا شوية اللي هي مش هتستعملها قوي. الناحية التانية هنا حطينا لمينا كل الطاسات اللي هي ممكن تستعملها، والجريل وصواني البسبوسة جمعناهم في رف. وهنا دي صواني الفرن، التيفال والجرانيت والسيراميك. بصوا انا بصراحة بحب اجمع كل الطاسات في رف وكل الصواني في رف. يعني هنا جمعت لها كل الطاسات بمقاساتها عشان تبقى قريبة من ايديها. الجرانيت والسيراميك كلها في رف واحد، والتيفال. وجمعت لها الصواني الفرن من تحت في رف واحد. هنا جمعنا لها ده طقم حلل ستانلس، وده لبانة ستانلس. هنا ده برضو لبانات هنا حاجات برضو ألمونيا. هنا برضو جمعنا لها طقم حلل الألمونيا. وهنا برادات وحاجات برضو ألمونيا وستانلس. يعني خلينا هنا الرفين دول ألمونيا وستانلس. هنا حطينا دي طواجن بورسلين وبولات، جمعناها في رف. طواجن بورسلين مستطيلة ومدورة ومعاهم مجات.
هنا لمينا كل طقم البايركس في رف واحد، يعني الطواجن البايركس رميناها في رف واحد. هنا برضو جمعنا يعني اغلب الحاجة البلاستيك جمعناها في الرفين دول. هنا بقى حطينا برضو كوبايات وكاسات ودورق. هنا لمينا الأجهزة الكهربائية كلها في رف، المضرب والمخلاط والكبة والهاند بلندر. فوق بقى حطينا حافظة الطعام وترمس. ده شكل المطبخ. في هنا برضو رفوف تاني حطينا كل أطقم الألمونيا، صواني الفرن الألمونيا مع بعض واللبانات مع بعض. هنا برضو دي صواني ألمونيا، دي حلة بمصفاية ألمونيا برضو. ده شكل الرخامة. يا رب يكون شغل عجبكم، وهستناكم في فيديو جديد، واستنوني في باقي الشقة. مع السلامة.